فاكرين فيلم السالم والتعبان اللي كان من اكتر الافلام الرومانسية اللي سابت علامة؟ رجع يمان بعد 24 سنة بجزء جديد وتكملة كمان للقصة، واسم الفيلم الجديد السالم والتعبان بس لعب عيال، وابتدى عرضه في السينما يوم 10 نوفمبر، بطولة عمرو يوسف واسماء جلال وظافر العابدين، واخراج برضه طارق العريان. واحداث الجزء ده بتدور عن احمد وملك اللي بتبتدي قصة اعجابهم البسيط، لكن الطموح والتغيرات وظروف الحياة بتحط حبهم وعلاقتهم في اختبار صعب. فيا ترى مين اللي هيفضل فيهم متمسك ومين اللي هيسيب؟ واللي جامد يمان في الفيلم ان هو بيوازن ما بين الحب وما بين النجاح، ما بين القلب وما بين العقل، وبيحكي لك قصة الحب الرومانسية الحقيقية بس بأسلوب عصري جديد. لو ليك في الرومانسي يبقى هتخش في فيلم السلم والتعبان الجزء الجديد لعب عيال، ولما تتفرج عليه قول لي بقى، هل لسه حابب تجرب اللعبة دي تاني، السلم والتعبان؟